السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يعني اخباركم ايه واخبار البيولوجي معاكم ايه؟ ان شاء الله تكونوا مستمتعين مع البيولوجي ويكون هابي بيولوجي فعلا. النهارده خلاص الامتحان قرب. مهم جدا قبل الامتحان ان انا اكون شفت اسئلة السنين اللي فاتت كلها وذاكرتها كويس، عشان انا غالبا هخش الامتحان يا اما هيجيلي اسئلة منها يا اما افكار قريبة جدا من الافكار اللي انا بشوفها في الامتحان. علشان كده احنا النهارده هنحل مع بعض امتحان السنين اللي فاتت. أنا محتاج أقول لكم إن يعني اللي ذاكر منهج كويس جدًا، ده محتاج النهارده ييجي يبُص على الامتحانات، عشان ممكن تبقى أنت مذاكر بس مش عارف شكل السؤال، فمحتاج إنه ييجي النهارده يبُص على الامتحانات ويذاكرها كويس، وهيلاقي الموضوع سهل إن شاء الله. طيب واللي ما ذاكرش حاجة خالص ولسه جاي يشوف يعني إيه بيولوجي النهارده، هنقول له أقصر طريق قبل الامتحان إن أنت تذاكر الامتحانات اللي فاتت وتفهم أفكارها كويس وتذاكر حواليها، عشان ده الحاجة اللي تقدر تعملها في وقت مزنوق، وإن شاء الله برضه هتخش وتجيب سكور كويس يرضيك. يلا بينا نبدأ. النهارده إن شاء الله هنبدأ بأول امتحان أنا اخترته لكم، امتحان ال EST. أنا اخترت الامتحان اللي هو موجود على الموقع باسم ديسمبر 2020، وإن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية كل فيديو كان حل لنا امتحان من الامتحان. يلا بينا نبدأ. يلا بسم الله. أول سؤال معانا بيكلمنا عن الباينوميال نومنكليتشر، يبقى أنا على طول دماغي هتروح إن أنا بتكلم في الشابتر اللي اسمه التاكسونومي، شابتر الكلاسيفيكيشن. وبيكلمني عن حتة في أول الشابتر خالص الباينوميال نومنكليتشر. يعني إيه؟ إحنا عارفين كلنا إن الكائنات الحية لما حصل لها كلاسيفيكيشن قلنا الكينجدم كلاس إلى آخره، قلنا إن آخر تو ليفلز كانوا الجينيوس والسبيشيز. العلماء اتفقوا على طريقة يسموا بيها الكائنات الحية عشان يكون يعني حاجة زي ساينتفك نيم أو جلوبال نيم كده في أي مكان في العالم بيتقال بيه. بنقول في الأول كل كائن حي باينوميال، باي يعني اتنين، اسمين، نومنكليتشر يبقى التسمية التي تعتمد على اسمين يعني. الاسم الأولاني هيبقى الجينيوس والاسم التاني هيبقى السبيشيز. وليكن مثلا المثال المشهور بتاعي إن التايجر، النمر اللي قدامي ده الساينتفك نيم بتاعه بانثيرا تايجرز. اللي يهمني إيه؟ يهمني أعرف إن الجينيوس أول حرف فيه بيتكتب بالكابيتال، طب السبيشيز لا بيتكتب كله سمول. لازم الجينيوس الأول بعدين السبيشيز، ما ينفعش أي حاجة تانية. طيب تعالوا نبص على الاختيارات، هتلاقي نفس الكلام ده. هتلاقي اقرا معايا أول اختيار وهو ده الاختيار الصح، بيقول لك إن binomial nomenclature defined by two names. The first one capitalized and referred to the genius. Second one begins with a small letter and referred to the species. لما تقرا مع نفسك الاختيارات التانية هتلاقي عمال مغير حاجة في الإيه؟ في الأربعة دول. أنت عرفت الصح يبقى هو ده اللي أنت بتدور عليه. يبقى أول سؤال معايا كان شابتر التاكسونومي والأنسر بتاعته كانت إيه؟ تاني سؤال معايا ده من شابتر البايوكيمستري، ده بيكلمني عن الانزيمز او الاوبتيمال بي اتش كمان بتاع الانزيمز. احنا عارفين ان كل انزيم عشان يشتغل بهاي افشنسي محتاج اوبتيمم تمبريتشر اند اوبتيمم بي اتش. هنا في المثال بتاعي بيقول لي ان غيرنا كتير في التمبريتشر لكن ثبتنا البي اتش على 3، يبقى الحاجه اللي انا بعملها ستادي هي التمبريتشر وثبت الايه البي اتش. من الرسمة كده بس أنا هبص على الجراف بنظرة واحدة على الجراف ألاقي إن خط ال40 ده يقول لي على طول إن الأوبتيمم تمبريتشر بتاع الإنزيم اللي أنا بدرسه ده هو 40 ديجري. وزي ما أنت شايف هو الأوبتيمم 40، يبقى درجة الحرارة لو قلت عن 40 أو زادت عن 40 الأكتيفيتي بتاع الإنزيم هتقل، يبقى أعلى درجة حرارة إنزيم بيشتغل عندها هي 40 وده الأوبتيمم تمبريتشر. لو زودت شوية أو قللت شوية درجة الحرارة إيه؟ الأكتيفيتي بتاع الإنزيم هتقل. طيب السؤال اللي بيسأله لي what result can be predicted if experiment is carried out at 62 درجة. لو أنا رفعت درجة الحرارة ل 62 قدام خالص أهو، تتوقع إن التمبريتشر هتزيد ولا هتقل؟ إن الأكتيفيتي هتزيد ولا هتقل؟ أنا من الصورة شايف إن هي بقت زيرو تقريبا، يعني 62 دي الأكتيفيتي بقت زيرو. وأنا عارف أصلا إن دلوقتي إن لما الإنزيمز بتزيد، لما درجة الحرارة بتاعت الإنزيم بتزيد الأكتيفيتي بتاعت الإنزيم ممكن تقف خالص. وبرضه معلومة لازم تكون عارفها إن لما درجة الحرارة بتزيد قوي الأكتيفيتي بتاعت الإنزيم بتبقى لوست بيرمننتلي، يعني مش هترجع تاني. ليه؟ لأن الإنزيم بيحصل له ديناتوريشن. أنا لو جبت لحمة حطيتها على النار استوت مستحيل أرجعها حمرا تاني، لكن خليك عارف إن الإنزيم لو خليته في درجة حرارة زيرو الأكتيفيتي بتاعته هتبقى لوست بس بشكل مؤقت. ليه بشكل مؤقت؟ عشان أنت لو جبت اللحمة حطيتها في الفريزر تقدر بعد كده تسيبها تفك تاني هترجع لحمة حمرا. نفس الفكرة ما حصلهاش ديناتوريشن. أنا لو جبت الإنزيم خليته عند درجة حرارة زيرو وسبته فترة طويلة
بعدين رجعت تاني سخنته بالتدريج بدون ما يحصل له دي ناتوريشن، هيشتغل معايا ويبقى اكتف وزي الفل. يبقى انا عارف ان درجه الحراره الزياده قوي بتبوظ الانزيم، درجه الحراره القليل قوي بتشيل الاكتيفيتي لكن بتحافظ على الانزيم. تعال نبص على الاختيارات ونشوف هنختار ايه. نو بريدكشن لا. الاماونت اوف برودكت ايكوال تو ذات اوف 20، ال 60 62 قد ال 20 لا. طب قد الخمسه برضه لا. بص على الانسر ايه، ليتل اور نو برودكت ويل وود فورم، هو ده الانسر. يبقى تاني سؤال معايا كان من شابتر البايوكيمستري والانسر هتكون ايه. طيب تالت سؤال معايا ده من شابتر الموليكيولار بيولوجي او من شابتر الدي ان ايه. بيقول لي ان انا عندي dividing culture of streptococcus aureus bacteria. انا عندي كلتشر مزرعه عملتها في المعمل من بكتيريا اسمها الستريبتوكوكس، تمام. انا حطيت في المزرعه دي راديو اكتيف سايمين. انتوا طبعا كلكم عارفين ان النيتروجينيوس بيز بتاعتنا الاي والتي والسي والجي. انا جيت في المزرعه بتاعتي خدت حرف التي السايمين، خليت الكميه اللي موجوده منه راديو اكتيف فيها اشعاع، وانا عملت what would happen if the cell replicates once in the presence of radioactive base. هيحصل لها ريبليكيشن مره واحده بس. ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب تعالوا نشوف. الدي ان اي ريبليكيشن ده اللي حصل فيه، احنا خدنا واحنا بنتكلم في الدي ان اي ريبليكيشن ما يسمى بالسيمي كونزرفتيف ريبليكيشن. يعني ايه سيمي كونزرفتيف ريبليكيشن؟ يعني انا دلوقتي عندي ده الدي ان اي الاصلي، انا عايز اعمل منه نسختين. كل نسخه هتطلع هيكون فيها شريط من الاصلي، الاحمر ده هو الاصلي، هيفضل شريط من الاصلي ويجي جنبه شريط جديد منسوخ ازرق، وهكذا. دي الخليه التانيه فيها شريط من الاصلي وشريط منسوخ. احنا قلنا في السؤال بتاعنا ان الدي ان ايه الاصلي اللي في الخليه كان عادي ما هوش راديو اكتيف، لكن الدي ان ايه النسخه اللي هتتعمل هتاخد من السايمين اللي موجود في الكالتشر اللي هو الراديو اكتيف سايمين. فالخليه الاولانيه هيروح فيها شريط ما هوش راديو اكتيف والشريط التاني هيكون راديو اكتيف. بس انا لو سالتك سؤال قلت لك الخليه دي كده بتطلع اشعاع ولا ما بتطلعش، الخليه دي كده راديو اكتيف ولا ما هيش راديو اكتيف، هتقول لي اكيد راديو اكتيف عشان فيها شريط يحتوي على راديو اكتيف سايمين، والخليه التانيه برضو فيها شريط يحتوي على راديو اكتيف سايمين، فهتكون برضو راديو اكتيف. انا مش هبص على السطر التالت عشان احنا قلنا ان الريبليكيشن حصل وانس بس. تعالوا نشوف الاختيارات. هيقول لي one of the daughter cells but not the other would have radioactive DNA. غلط. neither will have. غلط. all the four bases of DNA will be radioactive. لا السايمين بس. طب الراديو اكتيف سايمين هيبير مع النون راديو اكتيف جوانين. طب ليه؟ السايمين التي عمرها ما تبير مع الجي، التي بتبير بس مع الاي. يبقى ده برضو غلط. يبقى الراديو اكتيف سايمين would pair with non radioactive ادينين، لكن الاجابه دي غلط. بص على اخر اختيار الدي ان اي ان بوست دوتر سيلز would be radioactive، هقول لك الجمله دي صحيحه. معنى ان في حته من الدي ان اي راديو اكتيف ان الدي ان اي ده راديو اكتيف. يبقى تاني سؤال معايا كان من شابتر الموليكولار بيولوجي او الدي ان اي والاجابه بتاعته هتكون ايه. رابع سؤال معايا ده من شابتر السيل ديفيجن، والسؤال ده يا شباب يعرفك حاجه. السؤال ده بيأسس الايه، ان قوه الملاحظه بتاعتك مساله الاستنتاج. يعني انا عايز اقول لك انا لو جبت اي حد من الشارع ما ذاكرش بيولوجي في حياته وعرضت عليه السؤال ده اللي بالتيبل ده وقلت له جاوب لي على جاوب لي في الاجابه الصح، المفروض انه يقدر يجاوب. ليه؟ انا مش بختبر مذاكرتك لمعلومه، انا بختبر قدرتك على تحليل المعلومات اللي قدامك واستنتاج الاجابه الصحيحه. دلوقتي ده عالم عمل تجربة على كان عايز يشوف السيل سايكل في one of species. احنا عارفين قال لك هنا ان السايكل العادية في الروم تمبريتشر العادية بتقعد 15 ساعة. هو قام واخد البتاع دي بس قعد يغير في الايه، في التمبريتشر، ثبت كل العوامل التانية بس غير في التمبريتشر. لما خلى التمبريتشر 10 درجات بس كانت برد قوي، كانت اللينس بتاعت السايكل قعدت 55 ساعة تقريبا. طب لما خلاها 15 درجة سخن شوية، السايكل خدت وقت اقل بقت 30 ساعه تقريبا. طب لما خلى درجه الحراره 20 السايكل بقت 19 ساعه. لما سخن كمان وخلى درجه الحراره 25 السايكل بقت خدت وقت 13 ساعه بس. طيب يبقى انا دلوقتي فهمت حاجه. قبل ما ابص على الاختيارات شفت التيبل، المعلومه الواضحه في التيبل بتقول لي ان كل لما درجه الحراره بتزيد الوقت بتاع السيل سايكل بيقل. طب هو لما الوقت يقل انا عملت الحاجه في وقت اقل، يبقى انا عملتها اسرع، صح؟ يبقى لما الوقت بيقل ده معناها ان السيل سايكل بقت فاستر. طيب تعالوا نبص على الاختيارات. اول حاجه هيقول لي السيل ديفايد فاستر از temperature decrease. لا غلط، هي as temperature increase اللي هي الاجابه دي، يبقى دي صح. بس تعالى انا برضو قلت الاختيارات.
اللينس اوف سيل سايكل is not affected by temperature. غلط. التيبل ده لازمته ايه؟ اللينس اوف سيل سايكل is inherited as not affected by temperature. برضه غلط. يبقى الاجابه دي. يبقى السؤال ده من شابتر سيل ديفيجن، او هو في الحقيقه سؤال استنتاجي، مش مهتم، مش لازم اكون مذاكر الشابتر كويس، والانسر بتاعته هتكون دي. يلا نبص على السؤال الخامس. السؤال الخامس بيكلمني عن الاي تي بي. بيقول لك الاي تي بي بينتج بروديوس ديورنج انهي بروسيس من دول؟ احنا كلنا ذاكرنا شابتر سيل ريسبيريشن، وعرفنا ان الايروبيك ريسبيريشن اصلا الهدف بتاعه انه يعمل كميه كبيره من الاي تي بي، وان الفرمنتيشن ده نوع من انواع الانيروبيك ريسبيريشن، وبرضه الجسم بيعمله علشان يطلع لي اي تي بي حتى لو كانت كميه قليله. هو سورس اوف اي تي بي لو ما يكون يعني ان ابسنس اوف اوكسجين. طيب هل الفوتوسينثيز بيطلع اي تي بي ولا لا؟ مش عارف ليه في كتير منكم بيتلخبط في الحته دي. الفوتوسينثيز برضه بيطلع اي تي بي يا جماعه. مش احنا خدنا اللايت رياكشن والدارك رياكشن، وقلنا في اللايت رياكشن ان دور اللايت رياكشن هي تطلع لي كميه من الاي تي بي عشان ادخلها بعد كده في الكيلفن سايكل او هو اللايت اندبندنت رياكشن عشان تكمل لي الجلوكوز فورميشن. احنا قلنا ان انا دوري في اللايت رياكشن دي كلها ان انا اطلع كميه كبيره جدا من الاي تي بي اقدر استخدمها بعد كده في الكيلفن سايكل. يبقى هو لو سالني سؤال مباشر وقال لي هل الفوتوسينثيز بتطلع اي تي بي، اقول لك بتطلع كميه كبيره من الاي تي بي. يبقى سؤال رقم 5 ده سؤال من شابتر الريسبيريشن والفوتوسينثيز. بيقول لي الانسرز بتاعته هتكون ايه؟ الثلاثه بيطلعوا كميه من الاي تي بي. السؤال رقم 6 وات از ا كوميونتي. طيب كوميونتي يبقى على طول خدني على شابتر الايكولوجي. يعني ايه كوميونتي؟ يعني ايه مجتمع؟ الاول احنا عارفين يعني ايه population ولا مش عارفين؟ تعالوا نبص شويه بسرعه على شويه definitions. اول حاجه كلمه population. population group of individuals of one species living in one area. مجموعه من الكلاب عايشه في مكان معين، يبقى ده اسمه population الكلاب. تمام. طب الكلاب دي عايشه لوحدها ولا في جنبها قطط وفي غزلان وفي حاجات تانية؟ في populations كتير عايشين في نفس المكان. يبقى الغابة دي فيها الكلاب، كل الكلاب اللي في الغابة مع بعض population. طب كل الكائنات اللي عايشة مع بعض، الكلاب والقطط والحاجات دي كلها، نسميهم community. different populations living in an area أو interacting group of various species living in one area. طيب الكائنات اللي عايشة دي عايشة لوحدها ولا في جنبها هواء ومية وحاجات تانية non living؟ كل الحاجات دي مع بعضها سواء بقى الكوميونتي مع الحياه النون ليفنج اورجانيزمز اللي عايشه معاها بنسميهم مع بعض ايكو سيستم اللي هو النظام البيئي. تعالوا نرجع لسؤالنا وات از كوميونتي. بص كده على الاختيارات وفكر وقول لي هتختار فيهم ايه. واضحه جدا. group of populations living and interacting in one area. group of species لا. group of producers and consumers living and interacting in one area لا، ده مش community. وهكذا. يبقى هي أدق تعريف ليها group of populations living and interacting in one area. يبقى سؤال رقم 6 كان من شابتر الإيكولوجي وكان الأنسر بتاعه سي. سؤال رقم 7 و8 برضو السؤالين دول من شابتر الإيكولوجي. تعال نشوف سؤال رقم 7. بيقول لك an autotrophic organism. الأول أقف معايا كلمة autotrophic يعني إيه؟ وإيه الفرق بينها بين autotrophic وهيتيروتروفيك؟ قلنا autotrophic، قلنا الأوتوتروفيك هو الكائن اللي هيقدر يصنع غذائه لنفسه، هو الكائن ذاتي التغذية، اللي هم باختصار الكائنات اللي بتقدر تعمل الفوتوسينثيس بروسيس. دول في الفود تشين بتاعتي بيسموهم ايه؟ بيسموهم بروديوسر. دول الفيرست ليفل في اي فود تشين. ليه البروديوسر؟ عشان هم اللي بيصنعوا الاكل، بعد كده الكائنات التانية سواء الكونسيومرز بياكلوهم. يبقى انا لما الاقي كلمة اوتوتروف على طول ده البروديوسر. بس خلينا نقرا للاخر. capable of producing complex organic compounds from simple inorganic compounds through the process of photosynthesis. يبقى هي الكائنات الاوتوتروفيك أغذية التغذية اللي بتقدر تصنع كومبلكس كومباوند من الانورجانيك molecules في عملية البناء الضوئي. يبقى هي دي البروديوسرز. يبقى إجابة السؤال رقم 7 هتكون B. طب السؤال رقم 8 هيقول لي organism whose ecological function recycling of nutrients by performing natural process of decomposition. هو لو عايز يغشك فعلا مش هيقول لك كلمة decomposition، مش هنضغط عليها تاني بقى. طيب فدول هيكونوا مين؟ الديكومبوزرز. طب ايه دور الديكومبوزرز دول او ايه وظيفتهم في الحياة؟ ان احنا بعد ما بنموت احنا اجسامنا مليانة اورجانيك كومباوندز،
طب ما احنا محتاجين الاورجانيك كومباوندز دي محتاجه ترجع تاني للسويل عشان تخش في الايه، في الفود سايكل تاني. فمين اللي هيعمل كده؟ ايه هي الكائنات المسؤوله عن تحلل الكائنات الميته وترجعها تاني للسويل؟ الديكومبوزرز. يبقى انا هقول دلوقتي البلانتس او الاوتوتروفز دول بنسميهم بروديوسر. ليه بروديوسر؟ عشان هم اللي بياخدوا، هم اللي بيصنعوا لنا الانرجي يدخلوها في الفود تشين، تطلع بقى في البرايمري كونسيومر، السكندري كونسيومر. السكندري كونسيومر بعد كده يوم ما يموت في انرجي في جسمه، في اورجانيك كومباوندز في جسمه، تيجي دي كومبوزرز تحللها وتطلعي الاورجانيك كومباوندز دي ترجعها لي تاني في السويل تاني. انا عندي دلوقتي المشروم او الكورن دول بروديوسرز، خدوا الانرجي طلعوها للبرايمري كونسيومر او السكندري كونسيومر او التيرشري. بعد ما كل الكائنات دي تموت بتروح على البكتيريا اللي هي الديكومبوزرز ترجعها تاني للسويل عشان السايكل تلف معايا تاني. يبقى سؤال رقم 8 اختار فيه ديكومبوزرز اللي هي البكتيريا. يبقى السؤالين دول كانوا من شابتر الايكولوجي. سؤال رقم 7 اخترنا له الاجابه بي بروديوسر، وسؤال 8 اخترنا له الاجابه ايه ديكومبوزر. طيب سؤال رقم 9 و10 دول من شابتر البلانت. عايز يقول لي يسألني عن الاستراكشر بتاع البلانت، وخد بالك ان الرسومات اللي معايا في شابتر البلانت من الرسومات المهمة. طيب بص على الدياجرام وقول لي structure number 2 is ايه؟ فين structure number 2 اهو. وخد بالك هو بيشاور على اللي جوه ولا على اللي بره؟ ده structure number 2 بيشاور على اللي بره، ده بيشاور على الاوفري ككل. 2 بيشاور على الاوفري، تمام. هو ما حطناش برضه في الاختيارات حاجه تلخبط. 2 ده بيشاور على الاوفري، ده كده يا شباب الفيميل اورجن. تعالوا نبص على صوره اوضح. البيستل ده كله ده الفيميل اورجن، اللي هنا فيه ده الاوفري كله على بعضه. الاوفري جوه الاوفري بيبقى فيه اوفيول جواها اوفر، تمام. الحته اللي الطويله دي، العمود الطويل ده بنسميه الستايل، والحته اللي على وشه خالص اللي الكولكت البولينج جرين بنسميها الاستجما. بتبقى ستيكي بارت كده فيها زي ايه، كانها صمغيه كده، عشان لما البولينج جرين تنزل عليها تشدها على طول. طيب الطويل خالص اللي طالع ده، ده الفيلامنت اللي ماسك فيه من فوق الانثر، ده الميل اورجان. الاتنين مع بعض اسمهم ستامن. فيلامنت طويل وماسك فيه انسر، الانسر ده هو اللي بيصنع البولينج جرينز. لو يعني الورده دي او الفلاور دي هتعمل سيلف بولينيشن، يبقى البولينج جرين هتخرج من الانسر ده تنزل على الاستجما. يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف الكومبوننتس او الستراكشر بتاع الفلاور بتاع البلانت. الفيميل اورجان يتكون من بيستل اللي هو الاوفري، الاوفري جواه اوفيول واوفر وستايل وستجما. طيب الميل عباره عن الاستامن، الاستامن ده فيه فيلامنت طويل يمسك فيه انسر من فوق. هما طبعا ورا فيه السيبلز والبيتلز دول مش مهمين قوي. نرجع للسؤال بتاعنا. structure number 2 is الأوفري، يبقى السؤال اللي إجابته إيه؟ طب ال pollination involve transfer of pollen from كام to كام؟ إحنا عارفين إن البولين جرينز لما بتتصنع فين؟ في الأنثر. الأنثر ده اللي هو رقم كام في الرسمة؟ اللي هو نمبر 5. 6 ده الفيلامنت و5 ده اللي هو الأنثر. يبقى هي هتتحرك من نمبر 5. بصوا على الاختيارات استبعد بتوع نمبر 4 دول كلهم. تمام، ابدأ بقى دي ولا ايه؟ من نمبر 5 تو نمبر 4 ولا من نمبر 5 تو نمبر 9؟ تطلع من الانسر تروح فين؟ تروح على الاستجما اللي هي نمبر 4. يبقى الاجابه الصحيحه تطلع من الانسر تروح على الاستجما اللي هي من 5 تو 4. يبقى الانسر اللي انا هختارها هتكون دي. يبقى السؤالين دول كانوا من شابتر البلانت، واخترت السؤال رقم 9 اخترت له الاجابه ايه، والسؤال رقم 10 اخترت له الاجابه دي. طيب 11 و12 دول تبع الكلاسيكال جينetics. عشان اعرف احل السؤالين دول محتاج افهم الجدول اللي قدامي كويس. دلوقتي انا عندي بعضهم جراي وبعضهم وايت. انا عايز اعرف ايه هو الجينوتايب بتاعهم. هو قال لي في unknown genotypes. عشان لما تبص على الاسئله اللي تحت عشان تعرف تتعامل معاها انت لازم تكون عارف الجينوتايبس بتاعت اللي قدامك دي عشان تفهم هو هتعرف تحل ازاي. طيب مبدئيا كده الريسيسيف انا ما بتلخبطش في الجينوتايب بتاعه. ليه؟ لان الريسيسيف مثلا لو افترضنا ان انا هاخد النهارده حرف مثلا الجي، هيبقى الريسيسيف جي سمول جي سمول، ما عنديش فيه مشكله. المشكله هتبقى عندي في الدوميننت. الدوميننت انا مش عارف هل الدوميننت اللي قدامي ده هايبريد ولا بيور دوميننت، يعني جي كابيتال جي كابيتال ولا جي كابيتال جي سمول. طب انا هعرف الموضوع ده ازاي؟ يعني انا دلوقتي الوايت اللي قدامي كلهم ممكن اكتب جنبهم كلهم جي سمول جي سمول، ويا ريت وانت معايا تكتب كده جنب كل حاجه وايت تكتب جي سمول جي سمول. طب الجراي اعرف منين بقى هو جي كابيتال جي كابيتال ولا جي كابيتال جي سمول؟ فاكرين احنا كنا خدنا حاجه اسمها الباك كروس تيست.
لما عملنا التست كروس ده، لما كنا بنقول انا دلوقتي عندي هنا واحد دومينانت، بس انا مش عارف هو بيور ولا هايبريد. انا هعمل له ميتنج مع واحد ريسيسيف، هبص على الريزلت، الريزلت كلها دومينانت، يبقى هو اكيد كان بيور دومينانت. طب الريزلت في منها دومينانت وفي منها ريسيسيف، يبقى هو كان هيتيروزايجوس او هايبريد. انا عايز اقول لك ايه، اكتب عندك قاعده كده ما تنساهاش في حياتك كلها، ان البيور دومينانت، لو الكائن اللي عندي بيور دومينانت، كل الاوف سبرينج بتوعه هيكونوا دومينانت. تاني، البيور دومينانت يعني عنده جي كابيتال جي كابيتال، تمام، يبقى كل اولاده هيكون عندهم على الاقل جي كابيتال واحده، يبقى كل اولاده على الاقل هيكون عندهم الصفه الدومينانت. تمام. تعالوا نبص على المساله بتاعتنا. هنا قال لي ده جراي وده وايت، ده جي سمول جي سمول. طب الاولاد طلع منهم شويه وايت. مش الوايت اللي طلع في الاولاد ده معناه ان هو جي سمول جي سمول. هو اخد واحده من باباه، بس اكيد مامته عندها واحده جي سمول ادتها للابن ده، وعندها واحده جي كابيتال، اصلا هي اصلا لونها جراي. يبقى الام الاولانيه دي جي كابيتال جي سمول. تمام. طيب، تاني عيله بيقول لك جراي في جراي، ادوني شويه جراي كتير وشويه وايت قليلين، بس ادوني وايت. معنى ان هم ادوني وايت ان دي فيها جراي، وان دي فيها جي سمول، وان دي فيها جي سمول. ما هي هنا جاي جي سمول جي سمول، هيجوا منين؟ واحده من الاب وواحده من الام، يبقى اكيد دي جي كابيتال جي سمول جي كابيتال جي سمول. عندي طريقه تانيه اعرفها بيها ان النسبه اللي موجوده قدامي دي تقريبا 120 ل 40، اللي هي تقريبا 3 ل 1. دي حاله المونو هايبر كروس اللي احنا اصلا حافظينها زي اسمنا. كلنا حافظين ان لما يجي 3 لواحد يبقى انا ده يبقى تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول، هيديني 3 لواحد. حالة المونو هايبر كروس من اهم الحالات طبعا يا شباب، اللي لازم نكون عارفينها كويس. لما تجي 3 لواحد يبقى ده مونو هايبر كروس تي كابيتال تي سمول. طيب ارجع معايا تاني، وايت في وايت الموضوع ما يتوهش، جي سمول جي سمول جي سمول جي سمول طلع كلهم وايت. طب اللي بعدها، خد بالك الاولاد كلهم جراي، وعندي الاب اصلا كان ميل، يبقى اكيد الام دي كانت جي كابيتال جي كابيتال. تمام. انا كده قدرت اجيب الجينوتايب بتاع كل الحاجات اللي في الجدول بسهوله شديده. لما تيجي معايا تحل الاسئله هتلاقي اسئله سهله. تعال نبص على سؤال رقم 11. بيقول لك جراي فيميل فروم كروس 4. دي اللي هي كانت مين؟ كانت جي كابيتال جي كابيتال، انت المفروض كاتب معايا. عملنا لها ميتنج مع الجراي ميل فروم ذا كروس نمبر 2، والجراي والميل في الكروس نمبر 2 الاثنين كانوا مونو هايبريد، يبقى كان جي كابيتال جي سمول. يبقى دلوقتي لو انا عملت جي كابيتال جي كابيتال كروسنج مع جي كابيتال جي سمول، الاوف سبرينج بتاعي هيطلع ايه؟ انا لسه من شويه قايل لك قاعده، طالما جي كابيتال جي كابيتال يبقى كل الاولاد هيطلعوا جراي، كل الاولاد عندهم الصفه الدومينانت. تمام. يبقى الاجابه هنا هتبقى نمبر A. يبقى السؤال رقم 11 ده اجابه نمبر A. طيب سؤال نمبر 12 بيقول لك من الكروس رقم 4، تمام، اتنين جراي عملوا ميتنج مع بعض. طب الجراي اللي في كروس نمبر 4 اللي هو ده الجينوتايب بتاعه ايه؟ لسه قايلين من شويه ان ده هيكون جي كابيتال جي كابيتال. طيب، فقلنا ان هو كان جي كابيتال جي كابيتال. معلش بيقول لك if the two gray progeny، معلش progeny يا اولاد يعني يعني ذريه يعني اولاد. الكروسنج رقم 4 طلع عنده اولاد اللي هم كلهم كانوا جراي، بس الجراي دول يعني بيور ولا هايبريد؟ مش احنا قلنا ده جي كابيتال جي كابيتال وده جي سمول جي سمول، يبقى اكيد ده خد واحده من الاب وواحده من الام، يعني جي كابيتال جي سمول. بما انه جي كابيتال جي سمول وعملنا ميتنج من اتنين من الذريه، يعني جي كابيتال جي سمول كروسنج مع جي كابيتال جي سمول، هيديني ايه؟ دي حاله النون هايبر كروس اللي احنا حافظينها، اللي هي هتكون 3 الى 1، او 75% هيبقوا جراي و 25% هيكونوا وايت. اتمنى اكون قدرت اوضح لكم المساله دي. شابتر الكلاسيكال جينetics من اهم الشباتر اللي تذاكرها وانت داخل الايه الاي اس تي. يبقى سؤال رقم 11 و12 شابتر الكلاسيكال جينetics، وخدنا في 11 انسر نمبر A، وفي 12 انسر نمبر B. طيب سؤال رقم 13 ده من قال لك in our classification system، على طول دماغك هتروح على شابتر التاكسونومي. لو members belong to the same order يبقى لازم يكونوا belong to the same ايه؟
سهلة جدا في السيم كلاس. ازاي؟ بص على التري بتاعتك، انت اصلا الدنيا عندك ماشية ازاي. هما كلهم ينتموا لنفس الاوردر، يبقى اكيد كانوا ينتموا لنفس الكلاس، يبقى اكيد نفس الفايل، يعني اكيد نفس الكينجدم. ما هو مش معقولة هما جايين من كينجدم مختلفة واتقابلوا في الاوردر. لكن لو هما من نفس الاوردر، ده لا يشترط ان هما يكونوا نفس الفاميلي. ممكن اتنين بيتقابلوا في الاوردر لكن بيختلفوا في الفاميلي او في الجينيس او في السبيشيز. يبقى طالما هما نفس الاوردر يبقى هما متفقين في كل الحاجات اللي قبلها، الكلاس والفايلم والكينجدم، ولازم تحفظ الكلاسيفيكيشن تري دي. يبقى سؤال رقم 13 من شابتر التاكسونومي خدنا له الإجابة B. طيب سؤال رقم 14 ده من شابتر الايكولوجي. طيب قال لك ذا سكارلت كاب فانجس اللي اسمه مش عارف كذا. تمام، سيبك من الاسم دلوقتي. obtains its nutrition، اسمع، from decaying wood by releasing digestive enzymes into wood and absorbing the digested product. ده كائن فانجس فطر بيحصل على غذائه ان هو بيعمل ديكي، تحلل للخشب، ان هو يطلع الانزيمز بتاعته بره، تكسر الفود بتاعه ويبدأ ياكل هو اكل مهضوم جاهز، يبقى بيهضم بره. ايه هي الالفاظ المناسبة لايه لوصف هذا الفانجس؟ هو حاطين هنا 3 كلمات وجمع ما بينهم. لازم اكون عارف معنى كل كلمة. اول كلمة هي كلمة الاوتوتروف، وقلناها من شوية. اوتوتروف يعني ايه؟ يعني سيلف، يعني بروديوسر، يعني هو بيصنع غذائه لنفسه، يعني بيعمل فوتوسينثيز. طب هيتيروتروف دي عكسها، اللي هو كونسيومر، اللي هو بيعتمد على غيره في تصنيع غذائه. ما هو لو ما كانش اوتوتروف هيبقى هيتيروتروف. وخد بالك من حاجة، اوتوتروف وهيتيروتروف عكس بعض، فمش هيجتمعوا في كائن واحد. خد بالك دايما في الاختيارات لما تلاقي في اختيارين عكس بعض مش هيجتمعوا. في اختيارات بتبقى المعاني بعيدة عن بعضها، زي كلمة سابروتروف. سابروتروف يعني ايه؟ يعني ده بياكل، بيتغذى على الكائنات الميتة. طب دي ممكن تنطبق على الكائن بتاعنا؟ اه تنطبق على الكائن بتاعنا، ان هو بيعمل ديكي للوود، ديكي للبلانتس، ويابزورب الدايجستيف برودكت بتاعتها. يبقى ده ينفع يبقى يتقال عليه سابروتروف. طب ينفع يتقال عليه اوتوتروف؟ لا، هو مش بيعمل فوتوسينثيز، مش بيصنع اكله بنفسه، يعني ده ما هوش اوتوتروف. طب ينفع هيتيروتروف؟ اه ينفع. ليه هيتيروتروف؟ ان هو بيتغذى على غيره، هو البلانت ده او الوود ده هو اللي عمل لنفسه الاكل، بعدين انا جيت اكلته بعد ما مات او قبل ما يموت، مش قصتي، بس دلوقتي انا هيتيروتروف. عشان كده انا هختار الاجابه هتبقى اي، سابروتروف ام هيتيرو اند هيتيروتروف. وده كان سؤال من شابتر الايكولوجي. طيب سؤال رقم 15 ده سؤال من شابتر السيل ديفيجن. ونقف شويه لما يجي لنا كلمه سيل ديفيجن، ان السيل ديفيجن برضو من الشباتر المهمه داخل الاي اس تي، لان هم بيحبوا جدا مواضيع الايه السيل ديفيجن، وكان الكروموزوم كان بير ولا مش بير، طب كان كام واحد، وهكذا. بس السؤال اللي قدامنا ده سؤال نوعا ما سهل، بس ركز كويس في انت بتقرا السؤال. بيقول لك ان السيلز اوف ذا يلو دانج فلاي، الفلاي اللي مش عارف لونها كذا، عندها اسمع 5 بير اوف اوتوزومال كروموزوم اند 1 بير اوف 6 كروموزوم. يبقى توتالي كده الكائن ده فيه كام بير؟ هو عايز يقول لك ان الكائن ده فيه 6 بيرز من الكروموزومز. اه 5 اوتوزومال واحد 6، ماشي، يبقى عندي 6 بير اوف كروموزومز. لما خلصت ميوزز 2 يبقى انا خلصت الميوزز. كل جميد هيكون فيه كام كروموزوم؟ باختصار، انت فاهم الميوزز بيعمل ايه ولا مش فاهم؟ لو فاهم الميوزز بتعمل ايه الاجابه هتبقى موضوعه جدا قدامك. وخد بالك هو حتى في الاختيارات هنا محبش يلخبطك، يعني كان ممكن يلخبطنا في الاختيارات ويقول لنا هل هم 6 جميتس ولا 3 جميتس. بس هو الحمد لله يعني كتر خيره مرضاش يلخبطنا. بس انا هلخبطك، هم 6 ولا 3؟ مش احنا عارفين ان الميوز بيقسم بالنص؟ يعني لو دخلت له 6 المفروض يطلع لي 3. طب ليه هختار 6 في الإجابة هنا؟ تعالى معايا ونشوف انت فاهم الحتة دي ولا لا. بص هنا، دي خلية حصل فيها ريبليكيشن. انا كان عندي الخلية يعني المذر سيل اللي شايف كانت عاملة شبه الخلية دي كده، تمام. كان فيها 2 حمر و2 زرق، حصل لهم ريبليكيشن، بعد كده اتقسموا، بقى في هنا واحدة زرقاء بنسختها وواحدة حمراء بنسختها، وهنا كذلك. بعد كده في الجميد بقى في واحدة زرقاء وواحدة حمراء. طيب في الأصل خالص الخلية في الأول خالص كان فيها كام بير؟ كان فيها 6 بيرز. الخلية بعد ما طلعت خالص من السيل ديفيجن بقى فيها كام من الميوزز؟
هما ما عادوش 6 بيرز بس بقوا 6 بس، بقوا 6 كروموزومز. وصلت الفكرة؟ الجميت الواحد بقى فيه 6، في الأول كانوا بيرز، بعدين في الآخر طلعوا عاديين. أنا الخلية دي كان فيها واحدة زرقاء وواحدة حمراء، وواحدة زرقاء وواحدة حمراء، يعني 2 بيرز. بعد ما عملت الميوزز طلع عندي في الآخر واحدة زرقاء وواحدة حمراء بس بدون بيرنج. يبقى الميوزز بيقسم ازاي؟ الميوزز بيقسم عن طريق ان هو بيشيل البيرز. انت كان عندك الخلايا بتاعتك ببساطه خالص، الخلايا بتاعتك انت كان عندك مثلا وليكن 46 كروموزوم، 23 جايين من بابا، 23 جايين من ماما، فانت بقى عندك 23 بير. طيب انت بقيت اب وعايز تدي لابنك، هتديله 23 بير ولا هتديله 23 بس عشان يروح 23 من مامته فيعمل 23 بير؟ هتديله 23 بس. يبقى الميوز لما يخش فيه 6 بيرز هيطلع منه 6 كروموزومز من غير بيرنج. يبقى سؤال رقم 15 من شابتر السيل ديفيجن اخترنا له الإجابة B. طيب سؤال رقم 16 وده من شابتر البلانت. ما يغركش نقول لك تاكسا وبتاع وتخش على التاكسوني، لا ده من شابتر البلانت ان هو بيكلمنا عن الجيمنيوسبيرم. ايه من الحاجات اللي قدامك دي من الكاركترستكس بتاعت الجيمنيوسبيرم؟ بعينك كده اقرا معايا. اول حاجه appearance of true leaves. مش انت عارف ان الجيمنيوسبيرم هي اصلا نوع من انواع الفاسكولار بلانت، واي فاسكولار بلانت هيكون عنده ترو ليفز، يبقى الاجابه رقم واحد صح. ولما يجيلك سؤال بالشكل ده اقرا الخمس اجابات كلهم واحكم على كل واحده لوحدها. طيب سؤال رقم اجابه رقم 2 ability to fertilize eggs in non-water environment. مش انت عارف ان الجيمنوسبيرمز دول هم اللي فيهم كونز، هم اللي بيستحملوا الظروف الصعبه وممكن يفرتلايز الايج في non water environment؟ ينفع. 3 process of double fertilization. مش انت عارف ان الدبل fertilization ده بيحصل في الفلاور والجيمنوسبيرمز لسه ما هماش فلاورنج بلانتس؟ يبقى ما ينفعش اختار رقم 3. طيب 4 development of seeds. جيمنوسبيرمز عندهم seeds. 5 vascular system. عندهم vascular system. يبقى 1 و2 و4 و5 اجابات صحيحة. بص في الاختيارات هتلاقيها سؤال الاختيار رقم 3. بس عايزك تيجي تبص معايا هنا كده بصة. هنا عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك احنا بنتكلم على الجيمنوسبيرمز اللي هي نون فلاورنج. انا ما اخترتش الدبل فيرتلايزيشن عشان هي في الانجيوسبيرمز، بس الجيمنوسبيرمز تبع السيدد بلانتس والسيدد بلانتس تبع الفاسكولار بلانتس، فاخترت كل ما يتعلق بالفاسكولار بلانتس وكل ما يتعلق بالسيدد بلانتس كل ما يتعلق بالجيمنوسبيرمز. والحته دي من الحاجات المهمه اللي لازم تكون متذاكره كويس. طيب يبقى سؤال رقم 16 ده من شابتر بلانت، ذاكرته من الكلاسيفيكيشن واخترت له الاجابه سي. سؤال رقم 17 من الأسئلة اللي هي نوعا ما المعضلات بتاعت الاي اس تي. هتعرف السؤال من هنا، ما عداش علينا في المنهج. لو انت ما عرفتش تجاوب السؤال انت ما عليكش اي ذنب. في كل التوبكس اللي احنا ذاكرناها ما تعرضناش للسؤال ده، بس هو برضه سؤال فكرته سهلة وبسيطة. بيقول لك ان عندي مادة اسمها البيورومايسين، ده انتي بايوتيك مضاد حيوي. بيشتغل ازاي على البكتيريا؟ بلوك البروتين سينسز. وركز على الكلمة دي، هو بيمنع البروتين سينسز. دي يمكن المعلومة الوحيدة اللي انت تعرفها. اوف البكتيريا without harming its eukaryotic cell host. يعني هو بيقتل البكتيريا اللي جوه جسمك بدون ما يضر خلايا جسمك انت. طيب اللي ممكن تعرفه انت عن الموضوع ده ان البروتين سينسز بيحصل فين؟ البروتين سينسز خد بالك لما تلاقي السؤال صعب كده ومكلكع ما انتش فاهم فيه حاجه، دور على المعلومات اللي انت عارفها قريبه منه. انت عارف البروتين سينسز بيحصل في الرايبوزومز، تمام، خلي المعلومه دي على جنبك. وطبعا عارف الفرق ما بين البروكاريوتس اللي هي منها البكتيريا والايوكاريوتس. اول حاجه بيقول لك الفينومينا is caused by prokaryotic cells have membrane bounded organelles. انت عارف ان البروكاريوتيك ما فيهاش، يبقى ده غلط. اما الايوكاريوتيك دي ان ايه is linear while البروكاريوتيك دي ان ايه is circular. لا هو بيشتغل على البروتين سينسز يا جماعه، ما بيشتغلش على الدي ان ايه، يبقى ده مش هيفرق معانا في حاجه. in prokaryotes where translation can occur at the same time as transcription. ده مستحيل يحصل اصلا، لازم ده يخلص الاول بعد كده الام ار ان ايه يطلع بعد كده يحصل translation. Where is much more space within eukaryotic cell than within a prokaryotic cells. هيقول لك ان eukaryotic cells واسعة وكبيرة وفيها أماكن لكن البروكاريوتيك ما فيهاش. مش منطقي. بص على اللي بعدها تفهم ليه هتختارها. When prokaryotes have ribosomes that are much smaller and simpler than eukaryotes. فلما هدخل المادة دي اللي هي بتكسر الريبوزوم، ما هي معنى ان هي تكسر الريبوزوم ان هي بتبلوك البروتين سينسز.
هي بتقدر تكسر الريبوزوم اللي في البروكاريوتس ليه؟ عشان ماتش سمولر اند سمبلر، لكن الريبوزوم بتاع الايوكاريوتس ده ماتش كومبلكس، فهي ما بتقدرش عليه. فعشان كده البيرومايسين ده انتيبيوتيك، والانتيبيوتيك شاب بيبقى ناجح لما يعمل كده، لما هو يخش يموت البكتيريا ويحافظ على خلاياك انت سليمه. التكنيك بتاعه ايه؟ انه بيقدر يكسر الريبوزومز الصغيره اللي في البروكاريوتس، لكن ما يقدرش على الريبوزومز اللي عندك انت. سؤال رقم 17 مش تبع شابتر محدد يعني، او انا مش عارف له شابتر في المنهج بتاعنا، لكن اخترنا له الاجابه اي. سؤال رقم 18 قال لك ان الفيتامين دي ريزيستنت ريكتس مرض معين، قال لك 6 لينكد دومينانت ديسيز. تاني قال لك ده 6 لينكد دومينانت ديسيز، وهنقف شويه عند 6 لينكد دومينانت دي. وخد بالك من حاجه ما تلخبطكش، ان معظم الامثله اللي احنا خدناها كانت 6 لينكد ريسيسيف، لكن هو المره دي بيقول لك 6 لينكد دومينانت ديسيز، بس احنا فاهمين فمش هنتاثر بحاجه. 6 لينكد دومينانت يعني ايه؟ يعني الاب عنده اكس واحده بس، والاكس دي عليها المرض، تمام؟ والمرض والاكس، لو البنت عندها اكسين، تمام، لو البنت عندها اكس واحده منهم عليها المرض هيظهر برضو المرض. تعالى نبص على الاختيارات ونستبعد. every boy with an affected mother is affected. انا لسه من شويه قايل لك ال affected mother دي لازم تكون بيور ولا ممكن تبقى هايبريد؟ ممكن تبقى هايبريد عشان ده مرض دوميننت. يبقى الام ممكن تبقى اكس داش او اكس مريضه واكس سليمه. هل لازم كل ابن هياخد الاكس المريضه؟ لا، يبقى المعلومه دي غلط. طب المعلومه اللي بعدها every girl with an affected father is affected. لو الاب عنده كام اكس؟ اكس واحده، واي بنت هتكون اخذت الاكس دي من باباها. يبقى لو الاب عنده اكس واحده والاكس دي مريضه والبنت اخذتها، يبقى والاكس الواحده في البنت كافيه ان هي تظهر المرض، يبقى المعلومه دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه. تعالى عايزك تبص معايا كده شويه. ده affected mother، affected father معلش، عنده الاكس عنده عليها المرض. الام سليمه من ناحيتين، بس الاب هيدي الاكس لكل بناته، ان الاب بيدي الاكس لبناته والواي لاولاده. طيب البنت دي خدت اكس واحده مريضه، بس احنا قلنا ان ده مرض دوميننت مش ريسيسيف، وده اللي هيفرق معانا. يبقى كل البنات لما اخدوا الاكس من باباهم، طالما الاب مريض يبقى كل بناته كانوا هيطلعوا مرضى. احنا دايما يا بنات في او دايما يا شباب في السكس لينكد ريسيسيف بنقول ان البنت المريضه لازم يكون ابوها مريض، عشان هي عشان تمرض لازم تكون واحده من باباها وواحده من مامتها. لكن هنا بنقول العكس، ان الاب المريض لازم يكون كل بناته مرضى. وفرقوا بين القواعد دي ليه؟ عشان ده 6 لينك دومينانت ما هواش ريسيسيف. يبقى لما يقول لي 6 لينك دومينانت ديسيز هقول لك ان every girl with an affected father is affected. طيب تعالى نبص على اللي بعدها عشان نستبعد نعرف ليه الاختيارات دي غلط. affected male definitely transmits the disease to his children. لا، مش هيديه لاولاده الصبيان، هيديه للبنات بس. children of affected male and normal female are not affected. ابناء الرجل المريض والانثى السليمه مش affected. لا، الصبيان مش هيبقوا affected لكن البنات هي affected عادي. every boy with an affected father is affected. لا، الاولاد مش هيتاثروا. سؤال رقم 18 من شابتر الكلاسيكال جينيتكس واخترنا له الإجابة بي، والسؤال فيه فكرة كويسة. طيب سؤال رقم 19 وده من شابتر الإيكولوجي، بيقول لك أنا أخدت ليفينج تيشو من إنسان ده عايش على الصيد ومعظم أكله من الصيد، لقيت إن في جسمه كمية كبيرة من المواد الهيفي ميتالز، يعني هي من المعادن الثقيلة. طيب إزاي ده ممكن يكون حصل؟ لو احنا مذاكرين كويس يا شباب في ظاهرة عندنا في الايكولوجي اسمها البيولوجيكال ماجنيفيكيشن. يعني ايه بيولوجيكال ماجنيفيكيشن؟ ان في مادة مثلا معينة جم في منتشرة في المجتمع ده، البيئة ديت او الايكو سيستم ده مليان مثلا. المثال اللي هم خدوه هنا الدي دي تي، ده كان عبارة عن يعني نوع من انواع التوكسينز كده او البيستيسايدز، هم كانوا رشوها بكثافة. ايه اللي حصل؟ ان انت لما تيجي تبص على الفود تري بتاعتنا، البلانت اتلوث بالايه؟ بالماده دي خلاص، اللي هو المبيد الحشري ده. فالبرايمري كونسيومرز اكلوا منه والسكندري كونسيومر اكلوا منه. لما يجي السكندري كونسيومر ياكل البرايمري هيخش في جسمه شويه من الهيفي ميتالز، ولما يجي ياكل البلانت هيخش في جسمه شويه من الهيفي ميتالز. فكل ما يكون الانسان في تروفيك ليفل اعلى،
كل ما هيتراكم في جسمه كميه اكبر من الايه، من الهيفي ميتالز او من الماده اللي انا، من التوكسين اللي انا بتكلم عليه. فعشان كده كل ما يكون الانسان عشان هو يعني في الهاير تروفيك ليفلز، في اعلى حته في الفود تشين، فهو بيتغذى على كل الليفلز التانيه. فكل ما يتغذى على حاجه من الليفل التانيه بيخش في جسمه كميه اكبر من الايه، من الهيفي ميتالز او من التوكسينز اللي احنا بنتكلم فيها. عشان كده الاجابه بتاعتنا هتكون ذا فيشر مان از ات هاي تروفيك ليفل اون ذا فود تشين. هو ده اللي تسبب لي في الظاهره اللي اسمها بيولوجيكال ماجنيفيكيشن. لو حابين نقرا الاختيارات التانية، الانسر ايه بتقول لك air pollution may have the caused the fisherman to inhale dangerous amount of heavy metals. لا، مش موضوع ان هو inhaling او موضوع ان هو air، موضوع ان هو بياكله مع السمك. اتنين entire population of fishermen from which السمك ماتوا. لا مش شرط، الاكيوميشن ده لو ما وصلش ممكن جسمك يبقى فيه كمية من مواد السامة، لكن انت يعني ايه، قادر تتعايش معاها، تتعبك شوية لكن مش لازم تموت. population exploded causing an ecosystem imbalance. المعلومات اللي عندنا في السؤال ملهاش أي علاقة بالحتة دي. pollutant tend to collect in areas of land where the fisherman lives. لأ، مش بيتجمع في اللاند. خد بالك هو قال لك سطر the fish represent the main dish of the fisherman. هو عايز ياخدك في الحتة بتاعت البيولوجيكال magnification. يبقى السؤال رقم 19 من شابتر ايكولوجي، والانسرز بتاعته هتكون ايه. سؤال رقم 20، وده بيقول لك ان 84% من الفئران او من الدي ان ايه بتاع الفئران قريب هومولوجس للهيومن دي ان ايه. طيب ده تفهم منه ايه؟ يعني الملاحظه دي تستنتج منها ايه؟ هل تستنتج منها ان الاثنين عندهم نفس النمبر اوف كروموزومز؟ لا، هو اصلا ما قالكش كده. هل تستنتج منها ان شكل الانسان والفار زي بعض؟ اكيد لا. هل ان الفئران والناس بياكلوا في سيم ايكولوجيكال نيش، يعني هم في نفس التروفيك ليفل او بياكلوا نفس الحاجات او كده؟ برضو لا. humans and mice share a very recent common ancestor. يوما ما يعني الهيومن والفئران اتقابلوا في جد واحد. يعني الهبل بتاع الايفوليوشن هيقول لك ان هم كانوا قريبين من بعض، كان في اصل واحد بعدين تطور. فالاصل ده يعني كان في انسيستور واحد عنده دي ان ايه معين، تطور بعد كده شويه بقوا ناس وشويه بقوا فئران. فده خد فاشتركوا مع بعض في كم من الدي ان ايه. النوع ده من الايفوليوشن ده الدايفيرجنت ايفوليوشن، يعني هو الكومن انسيستور، لكن كل يعني تو نيو سبيشيز. وده بيكون فيه الهومولوجous ستراكشرز، ان في حاجات شبه بعضها. ليه؟ واخدين الاثنين من كومن انسيستور. الهاي ديجري اوف هومولوجي از ذا ريزلت اوف كونفرجنت ايفوليوشن. لا، ده ما هوش كونفرجنت ايفوليوشن يا شباب. ليه؟ لان هما الاثنين مختلفين جدا عن بعض. دلوقتي الكونفرجنت بيرجعوا شبه بعض، يعني هما كان انسيستورز مختلفه لكن هما بقوا شبه بعض في الكاركترز. لكن لا، احنا هنا دايفرجنت، الانسان حاجه بتبعد عن الفار، لكن كانوا كومن انسيستور على حد قولهم. علشان كده بقى كان في 84% من الدي ان ايه مشترك بين الاثنين. سؤال رقم 21 بيكلمني في شابتر الاميونيتي. السؤال ده محتاج مني يكون فاهم يعني ايه اي بي او بلاد سيستم. باختصار شديد، الاي بي او بلاد سيستم بيعتمد ان كل ريد بلاد سيل بيكون عليها مجموعه من الانتيجين. الانتيجين دي يا اما تكون تايب A، يا اما تايب اي بي، يا اما تايب بي، يا اما او. ده يعني مفيش عليه انتيجين معينه. يبقى انا عندي يا اما الانتيجين A، يا اما الانتيجين B، يا اما الاثنين مع بعض، يا اما مفيش انتيجين. العلماء حطوا لنا جدول كده بسيط يفهمنا ازاي اقدر انقل حاجه من ايه نوع الدم اللي ينفع يروح من واحد للتاني. لو انا البلاد جروب بتاعي A، يبقى انا اقدر ادي دم لحد عنده A او AB. ليه؟ لان اللي عنده A او الاي بي مش هيقاوم A، هو بيعتبر A دي جزء منه. طب بص على B، لو انا جبت دم B اقدر اديه لشخص فصيله الدم بتاعته يا اما B يا اما AB، لانه برضه مش هيعتبرها حاجه غريبه. طب لو هو عنده الانجين AB دم AB اقدر اديه لشخص AB بس، ليه؟ عشان عنده الانجين A والبي مع بعض، فمش هيصنع لهم انتي بوديز. طب لو دم O يعني مفيش عليه اي انتيجين، يبقى انا ممكن اديه لاي حد. من هنا العلماء قالوا لنا ان الاو يونيفرسال دونر، يعني الاو تقدر تدي لاي فصيله. طب الاي بي يونيفرسال ريسيبيانت، يعني الاي بي يقدر يستقبل من اي فصيله. لو حد فصيله دمه اي بي يقدر يستقبل الدم من اي فصيله، سواء A او B او اي بي او او. تعالوا نرجع للسؤال بتاعنا نشوف ايه الاختيار اللي ممكن يكون مناسب. انا قلت لك ان الاي بي يونيفرسال ريسيبيانت، صح؟ يبقى انت لو لقيت اي بي كمستقبل يبقى هي دي الاجابه الصح، ودي ظهرت معانا هنا بسرعه.
او لو قبل ما اركز حتى لو بصيت لقيت ان المتبرع او يبقى الاجابه صح عشان ده يونيفرسال دونر. الاي ينفع يدي الاي بي؟ وهي دي الاجابه. طب الاي بي يدي للاي؟ لا، الاي هيعتبر الانجين بي غريب هيهاجمه. الاي يدي للاو، الاو بيهاجم اي حاجه. الاي بي يدي للاو هيهاجم الاثنين، مش هينفع. الاي بي يدي للبي، لا هيعتبر الانجين ايه غريب فهيهاجمه. يبقى انا في سؤال رقم 21 من شابتر الاميونيتي اختار الاجابه ايه. السؤال اللي بعده برضو من شابتر الاميونيتي، بس سؤال فيه شويه يعني ايه فكره، او مش هقدر اقول لك فيه فكره. هو السؤال نوعا ما يعني التفاصيل دي ما اتشرحتش عندنا قوي في السيل بيولوجي قد كده، بس خلينا ناخد عنها فكره بسيطه. بيقول لي هنا حصل انجري، حصل اصابه، فخلايا الدم البيضاء اتحركت بالشكل اللي في الصوره ده، وظهر لي بعض الاعراض زي الريدنس، زي الهيت، زي البين. ايه الحاجات اللي بتيجي مع اي انفلاماتوري رياكشن؟ ليكوسايت معناها وايت بلاد سيل. هو بيشاور لي على ليكوسايت معينه اللي هي ليكوسايت اي دي، وبيقول لي الليكوسايت اي دي تعتبر من انهي واحده فيهم. وخد بالك ان اي دي طلعت بالسهم كده، اتحولت لي دي بعدين دي. الخليه دي لما طلعت من هنا، خرجت من البلاد فيسلز، خرجت على الانترسيلولار فلويد هنا، وصلت للشكل ده، كملت كده، عملت ايه؟ بص، النقط البيضاء دي هو سماها هيستامين، الجسم اللي افرزها من البيزوفيلز هنا، والشرطات دي البكتيريا اللي الجسم هاجمها. خد بالك الخليه دي عملت ايه؟ خرجت من هنا، بقى شكلها طبيعي هنا، بدات تاكل البكتيريا وتدخلها جوه جسمها. عمليه ايه هي الخليه اللي انا ذكرتها اللي بتاكل خلايا اخرى وتدخلها جسمها عشان تهضمها بعد كده؟ خليه اسمها الفاجوسايت. يبقى خليه الفاجوسايت هي اللي بتاكل خلايا البكتيريا وتحاول ان هي تسيطر عليها عشان تاكلها. عشان كده لما اجي ابص في الاختيارات هنا، انا هختار ايه؟ انا هختار الاختيار بي، ان دي فاجوسايت. الفاجوسايت اللي هنا بتعمل ايه؟ ترانسفيرس الوول بلاد فيسل بعمليه اسمها الدايابيديسيس. احنا ما خدناهاش. انا عاوز لك انك مش عارف السؤال، احنا ما خدناهوش فعلا، لكن حاول تعرف تلقط معايا كده. لكن انت خدت ان الفاجوسايت هي اللي بتاكل خلايا البكتيريا بعمليه اسمها الفاجوسايتوزس، شرحت عندك مرتين كمان في المنهج. انت المفروض تبقى عارف الفاجوسايتس. الخليه دي اللي بتطلع هيستامين اسمها البيزوفيل. تعال نشوف ايه الاختيارات. ليمفوسايت ترانسفيرزنج بلاد فيسلز فيها كيموتاكسس. لا، دي مش ليمفوسايت اللي هتطلع لي انتي بوديز، لسه في الليمفوسايت تتاخر شويه على ما تيجي، لكن ديت الفاجوسايت اللي بتاكل البكتيريا. جرانيوسايت ترانسفيرزنج بلاد فيسلز فيها فاجوسايتوزس. العمليه دي ما ينفعش تبقى فاجوسايتوزس. الفاجوسايتوزس هي عمليه الاكل، ان انا باكل البكتيريا او باكل الفورين بادي اللي عندي. ليمفوسايت بروديوسر اوف انتي بوديز، لا ما هياش بروديوسر اوف انتي بوديز، ولا سايتوكسيك تي سيلز اللي هي سكريتين جرانز. يبقى اجابه السؤال ده ان الحاجه اللي بتاكل البكتيريا اسمها فاجو سايت. وده سؤال 22 شابتر اميونيتي، او مش من المنهج، واجابته هتكون فاجو سايت. سؤال 23 بيقول لي انا عندي هيومن كروموزوم 1 يحتوي على الرقم ده من البيز بيرز، وانا تعرضته للريستريكشن انزيمز. الريستريكشن انزيمز اللي عندي بتقطع كل 3000 بيز، هتقطع قطعه، يعني كل 3000 بيز هناخد قطعه. طيب باختصار، انا لو قلت لك عندي مثلا عندي 9 سم من الذهب، تمام، 9 سم من البلاستيك، ومعايا مقص بيقطع بعد كل 3 سم، يبقى بيطلع عندي كام قطعه؟ كام فريجمنت هيظهروا لي؟ لو عندي 9 سم، بص معايا كده، انا عندي 9 سم هرسمها لك هنا اهي، تمام، دول 9 سم، وكل 3 سم في مقص بيقطع، مقص بيقطع، يبقى عندي كام قطعه؟ ادي قطعه، 2، 3، تمام. ايه اللي حصل؟ انا قسمت 9 على 3 هيديني 3، تمام. طيب نرجع للسؤال ونشوف، لو انا جبت 270 مليون ديفايدد 3000 هيطلع لي الانسر ايه؟ هيطلع لي الانسر 90000. راجعوها حتى بالكالكوليتر عندكم. 90000 ما هياش 90001. تاني، 90000 ما هياش 90001. ليه بقول كده؟ عشان في الانسرز النازله مع الموديل ده مكتوبه 90001، لا وده غلط، وانا بقولها لك بمنتهى الثقه، لا ده 90000 بس.
90001 دي ممكن تيجي في حالات تانية ان انا بعد ما بقسم برجع اشوف الاطراف كام او يسالني على حاجه تانية، لكن هنا السؤال ما فيهوش فكره دي. السؤال هنا هقسم ده على ده يديني 90000 والانسر هنا هتكون بي، والسؤال ده لو عايزين نحطه في شابتر نحطه في شابتر المولكيولر بيولوجي. سؤال رقم 24 من شابتر السيل ديفيجن بيقول لك ايه هي النقطه او المرحله اللي بيحصل عندها السيتوبلازميك ديفيجن؟ متهيألي السؤال مش محتاج، انا هبص على السؤال كده اختار سيتوكاينيسيس على طول، ما هوش السيتوكاينيز المرحله اللي نقسم فيها السيتوكاين يكون السيل ديفيجن خلص، يبدا عندي يطلع عندي كليفج فارو او السيل بليت، كليفج فارو دي او السيل بليت في الانيمال سيل، نقسم السيتوبلازم لخليتين عشان يطلع عندي خليتين جداد. سؤال سهل. سؤال 25 من شابتر البلانت. ساره كانت بتدور على هرمون يوقف ستيل دورمنسي ويبطئ نمو البلانت. مين في الانزيمز اللي قدامي دي هو اللي بيبطئ البلانت جروث؟ كنا احنا مذاكرين ده الابسيسيك اسيد. الابسيسيك اسيد هو يعني هو الهرمون المسؤول ان هو يبطئ الايه البلانت جروث، وفي نفس الوقت بيعمل ريجوليشن للستوميتا في الانفيرمنتال كونديشنز المختلفه، فهو بيبطئ الجروث عشان نقدر ان احنا نعمل ريجوليشن للستوميتا عشان يقدر الجروث يكون بشكل هيلثي. وله استخدامات طبعا كتير في المجال الصناعي وكده، وفي يعني ايه في نقل النباتات بنستخدم فيها برضو الابسيسيك اسيد. سؤال رقم 26 which of the following nutrient cycles has the largest reservoir in the atmosphere؟ انهي مكون من دول له اكبر نسبه موجوده في الاتموسفير؟ انت بمعرفتك اصلا عارف ان ايه الجاز بتاعنا، الهواء بتاعنا في الاتموسفير اكتر مكون موجود منه هو النيتروجين. النيتروجين اكبر مكون حاجه و70%، بعدين الاكسجين حاجه و20، والكربون دايوكسيد حبوبيه الغازات شويه حاجات صغيره. يبقى انا هختار النيتروجين سايكل. النيتروجين سايكل من اهم يعني ايه السايكلز اللي موجوده في الحياه، وهي تمثل اكبر نسبه من الاحتياطي بتاعها موجود في الاتموسفير. ده سؤال من شابتر الايكولوجي اجابته هتبقى بي. سؤال رقم 27 بيقول لي ايه الفانكشن من دول اللي هي مش بيعملها الممبرين بروتين؟ طيب انت ممكن تجاوب السؤال ده بطريقتين، انك تكون عارف الممبرين بروتين بيعمل ايه هي الفانكشن بتاعت الممبرين بروتين مذاكرها، او ان انت تكون تبص على يعني الاختيارات اللي قدامك وتبقى عارف كل واحده فيهم بتحصل فين. انا احب احل بالطريقه الثانيه، انا هبص كده على كلمه انزيم سينسز. انزيم ده عباره عن بروتين سينسز. البروتين سينسز بيحصل فين؟ بيحصل في الرايبوزوم، يبقى اكيد ما بيحصلش في الممبرين بروتين، يبقى هي دي الاجابه اللي انا هختارها. طب انا عايز احل بالطريقه الثانيه، انا عايز احل اشوف الممبرين بروتين بيعمل ايه واستبعد الثانيه. الممبرين بروتين بيشتغل كريسبتور، بيشتغل كريسبتور، بيشتغل في السيل ترانسبورت، بيشتغل في السيل ترانسبورت. طيب بيستخدم كمان ان هو بيعمل هرمون بايندنج. الهرمون بايندنج بيجوا على البروتين، وكذلك السيل ادهيجن بيكون له دور كبير البروتين فيه. طب الانزيم سينسز له علاقه بالممبرين بروتين؟ معلش لا، يبقى الانزيم سينسز ملوش علاقه، ده بيحصل في الرايبوزومز. يبقى في السؤال ده انا هختار الانسر سي، انزيم سينسز has no relation to membrane protein. السؤال اللي بعده ده من الاسئله اللطيفه، الاسئله اللي فيها يعني اكتر منها يعني عايز منك مهاره استنتاج اكتر منها حفظ ومذاكره. السؤال طبعا من شابتر التاكسونومي الكلادوجرام، ده اللي هو اللي بيرسموا بيه التطور. الاول عايزك تبص معايا بصه كده، او بص على الكلادوجرام ده وحاول تفهم معايا ايه اللي حصل. بيقول لك ان في الاول خالص كان في خليه ايوكاريوتيك سيل، هي ابسط خليه رسمها في المرسوم عندي، كان منها البراميسيوم. لما الخليه دي بقت مالتي سيلولر وزاد لها خاصيه هنا اتطورت ايفولفد بقت مالتي سيلولر، بقت الفلات وول. لما بقى عندها فيرتبرال كولم بقت الشارك. لما عندها امنيوت ايج بقت الهوك. الهير بقت الكوالا. بقى عنده يعني الكوالا دي عندها هير وامنيوت ايج وفيرتبرال كولم ومالتي سيلولر، لكن في نفس الوقت الكوالا ما عندهاش بلاسنتا. طيب اللي عنده الحاجات دي كلها وعنده البلاسنتا يبقى مين؟ يبقى الكامل. طيب عنده الحاجات دي كلها والبلاسنتا والاوبزيت سامب يبقى الهيومن، وده على قمه الهرم التطوري. تمام؟ يبقى انا لو اخترت مثلا الشارك عنده الحاجات دي، الشارك اهو نازل اهو، يبقى عنده الفيرتبرال كولم، عنده مالتي سيلولر، الخلايا بتاعته ايكوريتيك سيلز، لكن ما عندوش هير او امنيوت ايج او بلاسنتا او اوبزيت سامب او كده. فهمت يعني ايه كلادوجرام؟ تعالى نشوف برضو اكزامبل تاني. هنا فيرتبريتس
الشارك كل دول من الفرتبريتس، الشارك والري فيش وكل الحاجات دي. طب هو من الفرتبريتس وعنده بوني سكيلتون، يبقى هو الري فيش، لكن ما عندهاش فور ليمز. لا عندها فور ليمز كمان، تبقى الامفيبيانز. عندها فور ليجز وامنيوتيك ايج. يبقى دخلنا هنا، دخلنا في البريميتس او الرودنس والرابتس. وعندها هير ولا ما عندهاش هير؟ لو عندها امنيوتيك ايج وعندها هير يبقى البريميتس والرودنس والابلز، وده كده مشينا في سكه الماملز. طيب عندها امنيوتيك ايج وما عندهاش هير لكن عندها ايج وشيلز، يبقى الكروكودايل او البيردز. وصلت الفكره بتمشي ازاي؟ فهمت يعني ايه كلادوجرام وازاي ابدا استنتج فيه؟ انا دلوقتي عايز ابص على البريميتس. البريميتس ده عنده ايه؟ عنده الهير والامنيوتيك ايج والفور ليمبس والبوليسكيتون والفرتبريت وهكذا. تعالوا نبص على الاسئله بتاعتنا ونشوف نختار منها ايه. يقول لك the most primitive characteristic in this cladogram. اكتر حاجه بدائيه في هذا الكلادوجرام هو مين؟ بص تحت خالص، اليوكاريوتيك. تمام؟ يبقى ابسط صفه في هذا الكلادوجرام بتاعنا اللي احنا راسمينه ده هو الايوكاريوتيك. تمام؟ الحاجات كلها بقت ايه؟ مور ايفولفد عنها. بيقول لي choose the members of mammal clade in this cladogram. ايه هي الممبرز في دول اللي تنتمي لعائله الماملز؟ هنا برضو بيختبر سؤال تاني المفروض تكون فاهمه، المفروض تكون مذاكر في شابتر التاكسونومي ايه هي الخصائص بتاعت الماملز. احنا عارفين ان الماملز اشهر حاجه فيهم او اشهر حاجه بتيجي معانا في الكلادوجرام هو الهير. اللي عنده شعر ده مامل. الماملز من خصائصها ان عندها شعر، برضو من خصائصها ان عندها سويت جلاندز، من خصائصها ان عندها 3 اير بونز، البونز اللي في الودن 3 اللي في الميدل اير، وهكذا. طيب مين في الكلادوجرام ده يدل على الماملز؟ كلمه هير. يبقى الكائنات اللي هتيجي بعد الهير او اللي هتبقى اعلى من الهير هي دي اللي هتنتمي لعائله المامل. الكوالا، الكامل، الهيومن. الثلاثه انيمالز دول هم اللي هينتموا للماملز. بص في الاختيارات يبقى الكوالا والكامل والهيومن. تمام. اخر سؤال معانا هنا في الكيلوجرام ده which of the processes which organism possesses characteristics that evolved more recently. مين في دول عندها حاجات evolved more recently؟ مين اعلى واحد في التطور او اخر واحد تطور في الحاجات دي كلها؟ اشك ان هبص على القمه فوق خالص هلاقي الهيومن، فاختار الهيومن وده يعتبر سؤال سهل. يبقى الكلادوجرام من الاسئله اللي ممكن تخضك لكنها اسئله سهله لما تشوفها ما تخافش منها. عندي سؤالين مجرد بس انك تبقى فاهم فكره الكلادوجرام هتجاوبهم على طول، والسؤال الثالث محتاج فكره بسيطه انك تبقى عارف ان الماملز محتاجه الهير. دول 3 اسئله من شابتر التاكسونومي جاوبنا عليهم. طيب سؤال 31 و 32 دول اكتر انا هقول عليكم من شابتر السيل ديفيجن او السيل سايكل. هو بيقول لي هنا ان انا جبت بيتري ديش، طبق فيه مزرعه، حطيت فيه خليه موجودين في الجي 1 فيز، احنا لسه في الجي 1 عند التايم دي. تمام. وبيقول لك تخيل ان كميه الدي ان ايه اللي موجوده نرمز لها بالرمز اكس. وقال لي شويه معلومات، قال لي ان السيل سايكل الكامله تقعد 12 ساعه. بعدين قسمها لي الجي 1 7 ساعات، الاس فيز 3 ساعات، الجي 2 ساعه. خد بالك انا محتاج قبل ما اخش على المساله دي اركز كده مع نفسي وافهم ايه المعلومات اللي هو اداهاني دي. بص كده، الجي 1 الخليه بتمشي سيل ديفيجن وسيتوكاينيسيس، بعد كده الجي 1. الجي 1 دي اللي بيحصل هي خليه بتستعيد نشاطها وتبقى شغاله في الوضع العادي، ده الانترفيز. دول الثلاث مراحل بتوع الانترفيز. الاس فيز دي المرحله، وركز معايا، المرحله اللي بيحصل فيها ريبليكيشن للدي ان ايه. اس فور سينسز، يعني دي مرحله الدي ان ايه سينسز. بعد كده الجي 2، بعد كده مراحل السيل ديفيجن نفسها. يبقى الاس فيز هي مرحله الريبليكيشن بتاعت الدي ان ايه، ودي معلومه مهمه. السايكل كلها على بعضها في السؤال بتاعي تاخد كام ساعه؟ 12 ساعه. وخد بالك الجي 1 7 ساعات، الاس 3 ساعات ادي 10، الجي 2 ساعه ادي 11، والسيل ديفيجن نفسه ساعه عشان نكمل ال 12. لان السيل سايكل عباره عن الانترفيز اللي هم الثلاث مراحل اللي قدامي دول، بالاضافه الى السيل ديفيجن اللي هيستمر معايا هنا لمده ساعه. تمام؟ طيب حد هيبعت حاجه تاني؟ طيب بنقول ايه؟ الدي ان اي ماس اوف ذا كلتشر افتر 36 ساعه هيكون كام؟ طيب ال 36 ساعه دول فيهم كام سايكل؟ اذا كانت السايكل الواحده تقعد 12 ساعه يبقى ال 36 ساعه فيهم 3 سايكل. حلو الكلام؟ تعالى نبص كده على رسمه ممكن تساعدنا شويه. ده دي ان ايه في خليه،
كده حصل ديفيجن، يبقى ده اول سايكل. بعد ما كان واحد بقوا كام؟ بقوا اتنين. يبقى في اول سايكل بقوا اتنين، في تاني سايكل الاتنين هيبقوا كام؟ هيبقوا أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى كده دي سايكل، دي سايكل التانية. طب الأربعة دول في تالت سايكل هيبقوا كام؟ هيبقوا تمانية. فده بالظبط اللي هيحصل. احنا بنحسبها بطريقة تانية أسهل وأبسط. بنقول لو أنا عندي تلاتة سايكلز أو تلاتة مرات من الديفيجن، هقوم قايل 3 باور 2 ايكوال 8. لو قال لي هو 4 مرات من الديفيجن هقول لك 4 باور 2 ايكوال 16 وهكذا. ليه؟ ان انا كل شويه بضرب في 2. 3 سايكلز يعني واحد الضعف بتاعه 2، كمان ضعف 4، كمان ضعف 8، 3 اضعافهم، يبقى 8 اكس. والسؤال ده هو السؤال السهل. السؤال اللي بعده فيه فكره بقى. بيقول لي الخلايا اللي انا زرعتها دي كانت ديبلويد سيلز، خلايا عاديه، كان كل سيل فيها 4 كروموزوم. الخليه الطبيعيه بتاعتها ال 2 ان فيها 4 كروموزوم. بعد 35 ساعة لو أنا بصيت على الخلايا هلاقي فيها إيه؟ كام كروموزوم؟ 4 كروموزوم، كل كروموزوم واحد كروماتيد، ولا 4 كل كروموزوم 2 كروماتيد، ولا 8 واحد كروماتيد، ولا 8 كروموزوم 2 كروماتيد، ولا المعلومات دي ما تكفينيش؟ تعالى نستهدى بالله كده ونشوف. أنا قلت عدى عندي 35 ساعة. أنا عايزك تعرف حاجة الأول، إن لما السايكل بتحصل كاملة الخلية الجديدة بتكون زي الخلية الأم. يبقى لو حصل عندي سايكل كاملة هتطلع لي 4 كروموزوم زي الام بالظبط، مفيش فيهم فرق. انا حصل عندي كام سايكل؟ حصل عندي سايكل كامله، كمان سايكل كامله، ادي 24 ساعه. 35 ساعه يعني يبقى عندي 11 ساعه. يبقى السايكل الثالثه، السايكل الثالثه عدى فيها 11 ساعه. السايكل الثالثه ادي عدينا سايكل كامله 12، وكمان سايكل كامله بين 24، كمان سايكل الثالثه خدنا الجي 1 7 ساعات، الاس 3 ساعات، الجي 2 ساعه، ووقفنا قبل السيل ديفيجن. يبقى انا عايز اقول لك ان الخليه دلوقتي عدت بالجي 1 وبالاس فيز، يعني حصل ريبليكيشن، وبالجي 2 وما حصلش لسه سيل ديفيجن. هو ده السؤال اللي هو عايز يساله لي. هو عايز يسالني الخليه ديت لما يحصل لها ريبليكيشن قبل الديفيجن هيبقى فيها ايه؟ 4 كروموزوم. انا عندي 4 كروموزوم. الخليه الام على فكره فيها 4 كروموزوم، هو ما قالناش المعلومه دي، بس اتش كروموزوم وز 1 كروماتيد. الخليه الام 4 كروموزوم 1 كروماتيد. لما يحصل ريبليكيشن هيبقى الشكل ايه؟ فكر كده قبل ما اجاوبك. انا اسمع واحد شاطر هناك بيقول لي هيطلع عندي الاول. طب تعالوا نبص على الرسمه الجميله دي. ادي كروموزوم كامل وده كروموزوم كامل. هو صحيح بير بس ده كروموزوم وده كروموزوم. لما يحصل لهم ريبليكيشن مش هيبقوا اتنين منفصلين، هيبقى نفس الكروموزوم بس عنده تو كروماتيدز، نسخه ثانيه منه، وده كروموزوم وفي تو كروماتيدز. يبقى انا في الريبليكيشن بضاعف عدد الكروماتيدز مش عدد الكروموزومز. حلو الكلام. عشان كده انا هاجي في السؤال ده هختار 4 كروموزومز و2 كروماتيدز. ما ينفعش ابدا اختار 8 كروموزومز و1 كروماتيد، انا كده بقى عندي 4 ان في الخليه، لخبطت الدنيا خالص. بص معايا في السيل ديفيجن، ادي كروموزوم وادي كروموزوم حصل لهم ريبليكيشن، بقوا 2 سيستر كروماتيدز، ده نفس الكروموزوم. الخليه دي فيها 2 كروموزومز واتش 1 و2 كروماتيدز. لما يحصل السيل ديفيجن تاني هيطلع عندي يعني هيطلع عندي خليتين، كل خليه فيها بقى الايه؟ الحاجه بتاعتها. وصلت الفكره؟ هيطلع عندي 4 خلايا، كل خليه فيها يعني 2 كروموزومز و1 كروماتيد مطابقين للخليه الام. تمام يا شباب؟ اتمنى تكون المساله دي اتفهمت. المنطقه بتاعت كام كروموزوم وكام كروماتيد دي هتقابلنا كتير كمان في الامتحانات اللي جايه، ومنطقه مهمه نركز فيها لان بيحبوا يجيبوا فيها اسئله كتير. تعالوا يلا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ده انا بعتبره برضه سؤال من الاسئله الرخمه شويه. السؤال اللي بعده ده من شابتر الريبرودكشن، بيكلمني عن المنسترال سايكل بتاعت الفيميل، وقال لي ان الست دي كان عندها في شهر جولاي كان جات لها الدوره في الايام دي يوم 7 و8 و9 و10 و11. كان الدم بدا ينزل، المنسترويشن بدا يحصل، البريود في الايام دي. تمام. وفي شهر 8 في الايام دي، وفي شهر سبتمبر في الايام دي، وفي شهر اكتوبر ما رضاش يقول لي الايام فين. وقال لي من المعلومات اللي انا اديتها لك دي حاول تقول لي الست دي تقدر تبقى حامل في يوم كام، يعني has a chance to become pregnant في يوم كام.
خد بالك بقى من السؤال اللي بعده، قال لك ذا اوفيوليشن ديت، تاريخ التبويض ممكن يكون في يوم كام؟ طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده محتاج تراجع معايا شويه معلومات في الايه؟ في الريبرودكشن. اول معلومه لازم تفهم ان السؤالين اللي هو جابهم دول زي بعض. امتى الست ممكن تبقى بريجننت؟ لو حصل انتركورس في اليوم بتاع الاوفيوليشن. يبقى هو بيسال هنا على الاوفيوليشن ديت، هو نفس الديت بتاع البريجننسي، مفيش فرق بينهم، بس هو جاب سؤالين مختلفين. دي اول معلومه لازم تاخد بالك منها. طيب امتى الاوفيوليشن بيحصل؟ امتى الايج او الاوفا بتخرج من الاوفري عشان تبقى جاهزه لما السبيرم يجي يعمل لها فيرتلايزيشن؟ الاوفيوليشن يا شباب بيحصل، وركز في المعلومه دي عشان هي دي اجابه السؤال. الاوفيوليشن بيحصل في اليوم ال 14 من السايكل. الاوفيوليشن بيحصل في اليوم رقم 14 من السايكل. سؤال تاني، انا ببدا اعد السايكل من امتى؟ ببدا اعد السايكل من هنا، من اول يوم دم، من اول يوم في المنسز او في البيريود. يبقى من اول يوم في الميريود ببدا اعد السايكل 1 2 3 4 5 اكمل 6 7 8 9 14 يحصل الاوفيوليشن. يوم ما يحصل الاوفيوليشن معناها ان البويضه خرجت، معناها ان ده اليوم اللي فيه تشانس اوف بريجننسي. وصلت يا شباب؟ تعالوا نرجع للسؤال بتاعنا ونشوف. شهر جولاي، انا مش عارف اكبر ولا اصغر. الاختيارات اللي هو قالها لي، قال لي هنا يوم 28 سبتمبر ولا شويه ايام في شهر اكتوبر. تعالوا نبدا من شهر سبتمبر على طول. في شهر سبتمبر السايكل بدأت في يوم واحد، يبقى 1 2 3 4. الاوفيوليشن هيحصل في يوم 14، مستحيل يحصل في يوم 28. ده 28 ده يوم 29 هتبقى سايكل جديده ودم جديد. يبقى هنا الاجابه اللي هي 28 سبتمبر دي اجابه غلط. تعالوا نبص على الاجابات بتاعت شهر اكتوبر. انا قلت لك الدوره الكامله، مش عارف قلت لك ولا لا، بس الدوره الكامله بتقعد 28 يوم. يبقى هي هنا بدأت في يوم واحد تخلص يوم 28. يوم 29 يبدأ الدورة الجديدة. طب فترة المنسز كام يوم؟ واضح من الست دي ان المنسز عندها منتظم 5 ايام، وده اللي احنا بندرسه. يبقى يوم 29 ده اول يوم، 30 تاني يوم، هنا يوم واحد ده هيبقى تالت يوم، 3 4 5. يوم 3 ده خامس يوم في المنسز. طب تعالى كمل معايا، 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وقفت عند يوم كام؟ عند يوم 12 اكتوبر. يوم 12 اكتوبر ده يوم رقم 14 في الدوره بتاعت شهر اكتوبر، فبالتالي ده اليوم اللي الست ممكن عندها بريجننسي فيه. عشان كده انا هختار الاجابه 12 اكتوبر. وصلت الفكره؟ عرفنا ليه جاوبنا السؤال ده؟ انا عايزك توقف الفيديو وترجع تاني وتسمع الشرح بتاعه تاني. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك في شهر اغسطس متوقع برضو ان الاوفيوليشن ديت في يوم كام؟ تعال نبص. شهر اغسطس بدأنا في يوم 4 5، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وقفت عند يوم 17 اغسطس، ودي في الاختيارات وهي دي الاجابه بتاعتي. السؤال ده بيعتمد على فكره مهمه، ان الاوفيوليشن ديت هو نفسه الديت اللي ممكن يحصل فيه بريجنسي، هو اليوم ال 14 في الدوره اللي بنبدا نحسبها من اول يوم في المنسز. دول سؤالين من شابتر البرودكشن، قليل ما يجيب شابتر البرودكشن، بس هو جايب سؤال الصراحه في فكره وسؤال جميل. سؤال رقم 35 و 36 من شابتر كلاسيكال جينetics، واسئله البيدجري من الاسئله اللي انا بحبها. تمام؟ ما بحبش السؤال ده بس بحب اسئله البيدجري. يلا بسم الله. بنقول ايه؟ هو قال لي هنا عندي مرض اسمه هيموكروماتوموزيس. هيموكروماتوزيس، انا اسف. المرض ده اوتوزومال ريسيسيف ديسيز، وهو ساعدني. قال لي المرض ده اوتوزومال. اوتوزومال يعني ايه؟ يعني ما هواش اكس لينكد. ريسيسيف يعني ايه؟ يعني ما هواش دوميننت. يبقى المرض ده عشان يظهر لازم يكون الشخص اللي هو المريض عنده ار سمول ار سمول. تمام؟ علشان ده مرض ريسيسيف، مش هيظهر في شخص هايبرد. طيب بعد كده قال لي ان frequency of having individual 1 على 11. خلينا من النقطه دي دلوقتي. سؤال 35 بيقول لي الجينوتايب اوف individual 5. 5 اللي هو ده، وهو قال لي ان ده diseased individual. تتوقع كده يكون كام؟ انا قلت لك اوتوزومال ما هوش اكس لينكد، يبقى هستبعد اخر اختيارين. وهو مريض، وهو مرض ريسيسيف، يبقى عنده ار سمول ار سمول، وهنا هيعبر عنها بالاتش سمول اتش سمول. عشان كده الاختيار هيكون بي، والسؤال ده هنعتبره سؤال سهل. سؤال 36 ده بقى
انا بقى وقفت امامه كثيرا والله، يعني حاولت كتير افهم هو عايز ايه، او احنا ماشيين بانهي رول، ايه هو الرول اللي استخدمها. لكن في كل اللي انا درسته في حياتي كلها في 7 سنين في الكليه ده كله ما قدرتش افهم هو جايب probability دي ازاي، وليه هنا frequency of having a heterozygous individual 1 على 11. تمام، يعني نسبة 1 على 11. الشخص رقم 12 ده متوقع ان النسبة بتاعته كام ان هو يكون هيموكروماتوزز. انا ببساطة كنت هختار 1 على 11، وده رأيي هو يعني متمسك بيه، بس لقيته في الانسرز جايب 1 على 9. انا مش قادر اقول غلط، مش قادر اقول صح، لكن يعني حاولت افهم هو قال كده ليه، برضه ما قدرتش افهم. فانا هتوقف عن السؤال ده. يعني انا اختياري لي 1 على 11 وده مخالف للانسرز، لكن ما اقدرش اقول لك ايه الصح وايه الغلط. طيب السؤال اللي بعده، سؤال رقم 37. يعني الحمد لله الصفحه دي حابب يجيب لي فيها شويه اسئله سهله طبيعيه ومفيش فيها افكار كبيره. بيقول لي all of the following living organisms are autotrophs except، طبعا سؤال من شابتر الايكولوجي. انا هبقى عارف ان الاوتوتروفز دول هم البروديوسرز، هم اللي بيعملوا فوتوسينثيز زي الجراس زي التريز زي بعض الالجاي زي السيانوبكتيريا. لكن الزو بلانكتون ده يعتبر برايمري كونسيومر، ما يعتبرش اوتوتروف ولا يعتبر بروديوسر. لو قال لي فايتو بلانكتون كنت هقول لك اوتوتروف، لكن الزو بلانكتون ما هواش اوتوتروف، هو هيتيرو تروف، وهو دي الإجابة. سؤال 37 من شابتر ايكولوجي، إجابة نمبر سي. سؤال رقم 38 بيقول لي during الكاريوتايبنج preparation، أنا بصنع الكاريوتايبنج وأنا بحضرها في المعمل، باخد العينة بتاعت الكاريوتايبنج، بوقف الديفايدنج سيلز عند أنهي مرحلة؟ الكاريوتايبنج يا شباب اللي هو المنظر ده اللي بنرسم فيه كل الكروموزومز اللي في جسم الإنسان عشان أقدر أدرسها. المنظر ده أنا أعرف أحصل عليه منين؟ أنهي مرحلة في السيل ديفيجن تخليني أقدر أحصل على المشهد ده بسهولة؟ لا شك إن هي مرحلة الميتافيز. اشمعنى الميتافيز؟ مش عشان بحبها ولا حاجة، بس علشان الميتافيز بتبقى الكروموزومز كلها مترصصة في نص الخلية وكلها منظمة قدامي، فأنا بسهولة هعمل بلوك في المرحلة دي وألاقيهم جاهزين قدامي، أقدر أخدهم في المعمل تحت الميكروسكوبات وأرسمهم على شريحة الكاريوتايبنج وأقدر إن أنا أشوفهم. لو خدت في الأنافيز، لو خدت في مرحلة تانية في الأنافيز هيكون حصل الديفيجن فعلا وهيكونوا تايهين مني في الخلية مش لاقيهم، لكن في الميتافيز بلاقيهم عند الإيكويتور كاملين وجاهزين وأقدر أخدهم علشان أعمل كاريوتايبنج. سؤال رقم 39 ده من شابتر الإيكولوجي، بيسألني على الفود تشين. بيقول لي لو انا عندي فيها بروديوسر وبرايمري وسكندري وتيرشري كونسيومر، وقال لي ان البروديوسر فيه طاقه 10000 كيلو كالوري، تتوقع السكندري كونسيومر هيبقى فيه كام؟ انا عارف ان الفود تشين ان في كل سلمه بطلعها لفوق بقل لنا 10، بقسم على 10. يعني انا عندي لو البرايمري بروديوسر هو في السؤال بتاعي قال لي ان هو 10000، يبقى البرايمري كونسيومر هيبقى 1000، السكندري كونسيومر هيبقى 100. لو سألني على التيرشري كنت هقول له 10، وهكذا. انا في كل سلمه بطلعها لفوق بقسم على 10، عشان كده السؤال ده هختار له الانسر سي اللي هي 100. سؤال رقم 39 من شابتر ايكولوجي، الانسر سي. سؤال 40 من شابتر المولكيولار بيولوجي، بيقول لي what is the section of DNA that codes for a protein؟ جزء من الدي ان ايه، سيكشن من الدي ان ايه وهو اللي بيكود بيعمل يعني بيشفر للبروتين، اسمه ايه؟ اسمه الجين، ده حاجه معروفه. الجين هو اللي بيكود فوق البروتين، الاليل الكروموزوم البلازميد ترانسكريبشن كلهم لا، كل حاجه فيهم اظن اساميها معروفه. احنا بكده خلصنا نص الامتحان. عارف ان احنا خدنا وقت طويل عشان كده قلت نوقف هنا، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي نكمل بقيه الامتحان ده ونكمل بقيه الامتحانات في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. اسمع الفيديو مرة واتنين، السؤال اللي ما تفهموش ارجع اقف عليه وركز معاه تاني وشوف اللي انت مش فاهمه. ابعتولي برضو على التليجرام، ابعتولي حد واقف معاه حاجة او كده، او على رقم الواتس بتاعي لو حد واقف حاجة، واقف معاه سؤال سواء من اي اس تي او من امتحانات تانية ممكن تانية هو بيحله، وان شاء الله برضو لو في حاجة نقدر احلها لكم احلها لكم. اتمنى انكم التوفيق يا شباب، شدوا حيلكم، امتحان طويل بس هيساعدك كتير لو ذاكرتهم كويس. السلام عليكم.